السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا. بقالي كتير قوي ما نزلتش معاكم فيديوهات، وحشتوني بجد. النهارده حبايبي بقى هناخد كده فيديو كده مع بعض كده، روتين كده، يوم كده في شغلي كده، وازاي هنزين مع بعض التورت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، وازاي هنعمل كده عجين السكر لتزيين التورت دي بطريقة سهلة كده و... والطبرات الجميلة اللي احنا حاطينها على التورت دي. تابعوا معايا الفيديو للاخر هتتبسطوا جدا. دول معايا كده، ده الاسبونج بتاعي. الاسبونج ده مقاس 20، انا كده ضرباه من بالليل وسايباه طبعا يبرد. احسن حاجة في شغلك ان انت تضربي الاسبونج من قبل الشغل بيوم. تمام. زي ما قلت لكم الاسبونج مقاس 20، الصينيتين دول مقاس 20. فكانوا تورتتين مطلوبين في نفس اليوم، والتورتتين ما شاء الله يعني البنتين اسمهم مكة، ملهمش علاقة ببعض خالص، بس هي جت صدفة كده ان تورتة البنوتين المطلوبة اسمهم مكة على اسم بعض. معايا كده التورتايه كده زي ما انتم ما شايفين كده، نص شوكولاته ونص فانيليا. تمام. ده طبعا من هنحشيها بقى كريمه من جوه نص ونص. وهنزين طبعا، هنحشي الصوصات بتاعتنا كده. طبعا انا بحشي الكريم شانتيه وبحط عليه صوص فراوله، وبحط بقى شوكليت شيبس فيوتين، اللي هو عامل زي الكريسبي كده، بيدي طعم حلو قوي للتورت بتاعتنا، ومع صوص شوكولاته وكده. وزي ما انتم شايفين باخد ده بقى طبقه طبقه كده وبحشي التورت بتاعتي. وطبعا عملنا الموضوع ده مع بعض في كذا فيديو قبل كده. الناس اللي لسه جديده بقى معايا هتدخلي كده على القناه بتاعتي، لف لفه كده فيها هتعجبك قوي. هتلاقي طريقه الاسبونج، هتلاقي طريقه الكريم شانتيه، هتلاقي كل طريقه انا مصوراها بالتفصيل. هزينها بقى كده كويس قوي كده. هجلسها بقى بالكريمه بقى البيضه، هجلسها كلها. يعني انا حشيتها نص كريمه شوكولاته ونص كريمه بيضه، هجلسها بقى كلها كده بالكريمه البيضه. بس هاخد تجليسه خفيفه خالص كده، اللي هي الم بيها الفتافيت بتاعه الكيك، بحيث ان انا لما اجي اشتغل واجلس تجليس الكيك اللي هو الطبقه الاخيره، ما يكونش معايا فتافيت وتظهر في الكريمه بتاعتي اللي هي الملونه او الكريمه البيضه. يبقى الموضوع سهل معايا خالص. شايفين انا واخده طبقه بسيطه خالص كده اهو. دخلتها بقى الفريزر تتشمع كده شويه. وهبدا بقى ان انا اجهز في عجينه السكر بتاعتي. عجينه السكر علشان تكون متماسكه معايا وحلوه، بحط لها بودره سي ام سي. بودره السي ام سي دي لازم للاشكال بتاعت عجينه السكر علشان تثبتها معاك. المفروض ان انا كنت اعمل الاشكال دي قبلها بيوم، طبعا انا ما عملتهاش، كسلت. انتوا عارفين بقى السقعة وكده، فعملتها في نفس يوم التورته. على ما دخلت بقى التورته الفريزر وكده، كانت يعني الاشكال ايه اتماسكت شويه معايا، والحروف، وعملت حروف وعملت الاسامي بتاعه البنوتين من الكريمه. شايفين بقى كده انا خرجت الكيكه بتاعتي اهو. والكريمه البيضه اللي كانت باقيه حطيت عليها لون روز بسيط خالص، اللي هو اللون البينك، بس حطيت نقطه واحده فادتني لون روز بسيط خالص. هي طبعا الكاميرا ظالمه اللون خالص، مش ظاهر قوي معايا. بس زي ما قلت لكم، هي يعني لون الوان الجل اللي هو اللون البينك ماجيك، انا حطيت منه نقطة كده او نقطتين، اداني اللون اللي هو الروز اللي هو الخفيف قوي ده. زي ما انتم شايفين كده. هجلسها بقى كويس قوي كده باللون ده كده، وهاخدها بقى بالسكرابر كده المشرشرة كده، وهسويها كويس قوي علشان هنعمل بقى طريقة الدريبات اللي انتوا شفتوها في بداية الفيديو. ازاي الدريبات دي انا اعملها، والناس كلها بتسأل الدريبات دي بتتعمل ازاي. هوريكم طريقة سهلة جدا للدريبات دي، ما فيهاش حيرة خالص، ومش هتحتاري خالص في عمايلها، وجميلة جدا وما بتسيحش معاكي ولا حاجة خالص. تابعوا بس الفيديو للاخر، واللي وصل معايا للمقطع ده ما تبخليش عليا بلايك حلو كده زيك، لان اللايكات دي اللي بترفع الفيديوهات يا بنات. انا خدت شويه كريمه بيضه، طبعا الكاميرا معايا قطعت في الحته دي في المقطع ده. خدت شويه كريمه بيضه، حطيت عليهم اللون البينك، حطيت بقى فضلت احط لون بينك لحد ما وصلت للدرجه اللي انتوا شايفينها دي. تمام كده. وجبت بقى شويه من الميه، وفضلت احط شويه ميه بشويه ميه لحد ما سيلت الكريمه معايا كده زي ما انتوا ما شايفين. القوام اللي هو ايه وصل معايا ان انا انزل بيه دربات كده. عايزة تعملي الموضوع ده اعملي. عايزة تاخديها على حمام بخار مائي ويدوب لمدة ثانيتين كده، الكريمة بس تسيح كده وخلاص، على كده تحطيها في الكيس بتاعك وتشتغلي بيها. برضو دي تمام، برضو ما فيهاش حاجة. بس انا لقيت الطريقة اللي هي بتاعت حمام البخار المائي دي بتعرق. عارفين يعني ايه بتعرق؟ لما بحطها في الفريزر بتدي تعريقة كده رخمة كده للكريم.
فالطريقة دي عجبتني قوي، اللي هي ايه، اخففها بالمية. ده افضل بكتير، اخفف الكريمة بالمية افضل. ورا الكريمة اخففها خالص كده، مش خالص قوي يعني، بيبقى قوام تقيل شوية علشان ما تسيلش مني. زي ما انتوا شايفين انا بتحكم في شغل الدريبات ازاي. الشغل الدريبة، بصوا انا حاطاها في كيس ده كيس سبوع على فكرة، كيس اللي هو بنعمل بيه السبوع بتاع الاطفال الصغيرة ده. انا حطيتها فيه كده وخرمتها خرم صغنن كده. وبصوا بتحكم في الدريبات ان انا انزلها ازاي، واحدة صغيرة وواحدة طويلة كده. فهي احلى حاجة في الكريمة ان هي يعني بتعرفي تتحكمي فيها. وبقية الكريمة وزعتها كده على شكل التورتاية من فوق، وبديها خبطة كده بسيطة علشان تساوي بعضها. شايفين الدريبات بتاعتي شكلها حلو ازاي؟ ما سيلتش معايا ولا حاجة خالص. انا لما خبطتها خبطتين راحت ايه، يعني مكملة لحد طول التورتاية بتاعتي. واوفر بكتير من ان انا اعملها بشوكولاته، هتوفر عليا كتير. انا ممكن اعملها بالنوتيلا البيضه واحط لها لون زيت وكده، بس الموضوع هيبقى مكلف جدا. فالطريقه دي اوفر بكتير خالص. انا طبعا كنت طابعه بقى توبر كده في الاستوديو التصوير، اميرات ديزني. كانت طلب البنوته الاموره، والصوره بتاعتها طبعتها لها برضو كده. دي صور مش قابله للاكل، دي صور ورقيه، صور في استوديو التصوير عادي. والفراشات برضو نفس النظام. فحطيتهم كده في الخلل بتاعة السنان بالشمع، ثبتهم كده بمسدس الشمع. ووزعنا الاميرات كده على التورتايه. اميرات ديزني دي انا بنزل الصور دي من على برنامج بنترست. بتنزلي الصور وبتبعتيها للمصورات او المكتبة، بيطبعها لك على ورق كوشيه او ورق اللي هو الجلوسي. فانتي بتسألي عليه وبتطبعي الاشكال دي. جميلة جدا في التزيين وشكلها حلو قوي. وطبعا دي بقى عجينة السكر، عملت منها حروف كده زي ما انتوا شايفين. عملنا كده اختصار كلمة هابي بريزي داي. وعملت منها وردات وعملت منها قلوب ونجوم. وبوزعهم بقى كده مع التورتاية مع الكريسبي. شايفين شكلها جميل جدا بصراحة ربنا. يعني التورتاية دي كانت عجباني جدا. تورتاية جميلة. وانا عملت الالوان دي على يعني تبقى مناسبة للترنج اللي البنت لابساه في الصورة بتاعتها. عجبتهم جدا التورتاية، وكان طعمها في منتهى الجمال. حشوات طبعا اللي احنا عاملينها فيها من جوه. والكيك كان هش جدا. وبصراحة ربنا حاجة كده في منتهى الجمال. ده بقى كارت كده صغنن كان مع الصورة، رحت كاتبالها عليه اسمها بقلم. وحطته لها كده في جانب التورتاية كده هو على البورد بتاع التورتاية. وزي ما انتوا شايفين الجمال بتاع التورتاية بتاعتنا. هنبدأ بقى في التورتاية التانية. زي ما قلت لكم البنتين كان اسمهم مكة، دي اسمها مكة ودي اسمها مكة. فطبعا ايه، هو كانت جاي الموضوع اصلا بصراحة صدفة يعني، مش التورتتين لبنت واحدة، لا هو جه الموضوع معايا صدفة. كانوا حاجزين من قبلها كده يعني. هو طبعا الحجوزات بتبدأ معايا لما مثلا الواحدة عايزة تورتيه وكده، فبتكلمني مثلا قبلها بيومين 3 بحيث ان هم يحجزوا كده. فهو جه الحجوزات معايا سبحان الله اليوم ده. التورت اسامي البنوتات بتاعتهم مكة، ودي عايزة شكل ودي عايزة شكل كده. جلستها برضو بالكريمة اللي هي لونها روز كده. بس هنغير بقى الدريب بقى اللي من فوق. شايفين ادي شوية الكريمة، خدت كريمة من اللون الروز، ما كانش فيه كريمة بيضة، وحطيت عليهم بقى اللون اللي هو التركواز اللي انتوا شايفينه ده، او اللبني او الازرق. زي ما انتوا شايفين. وبخففها بالمية شوية بشوية كده. هفضل بقى وراها كده اخفف فيها كده بالمية لحد ما تبقى خفيفة خالص معايا عشان اعرف اعمل الدريبات. شايفين انا بحط من كوباية المية كده شوية بشوية، ما تكتريش لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. اهو كده كويس ان الكاميرا ما قطعتش المقطع ده. وحطيتها برضو في كيس سبوع كده زي ما انتوا شايفين، او كيس تلاجة او كيس حلواني. بس انا طبعا عشان نوفر اكياس الحلواني ان هي طبعا بتبقى اغلى، فحطيتهم في كيس سبوع كده صغنن كده زي ما انتم ما شايفين. اهو كده اهو زي ما انتم شايفين بالجمال ده. بنزل بقى الدريبات كده. شوفوا انا اللي بتحكم في الدريبات بتاعتي. بتحكم ازاي، ان انا عايزاها طويلة عايزاها قصيرة، عايزاها واحدة وواحدة كده. فانا اللي بتحكم فيها. فدي احسن بكتير من الشوكولاتة، وصدقوني موفرة جدا عن الشوكولاتة. دي طبعا عملنا هو انا مش عارفه الصوره بصراحه ربنا. هما ولادي بيقولوا لي دي صوره كرتون اسمه لسه. فانا عملتها كده. طبعا انا بقى معرفش بقى الاسم بقى بتاعها صح ولا غلط. طبعت التوبر ده كده. بحط بقى وكتبت اسم مكة على التوبر قبل ما اطبعه. وعملت لها اسمها بعجينة السكر كده زي ما انتوا شايفين.
وابدا بقى احط الوردات اللي هي اللون الفوشيا دي. طبعا دي كانت عجينة سكر بيضة وانا حطيت لها اللون اللي هو البينك، فادتنا اللون الحلو قوي دوت، اللي هو اللون بينك كده او فوشيا زي ما انتوا شايفين. عملنا بقى الوردات والقلوب، وعجينة السكر عادي بحطها على الكريمة كده عادي، ما بيحصل لهاش اي حاجة. طبعا ده في الاشكال، لكن لو هعمل كيك عجينة سكر كاملة ما ينفعش، لازم اجلس الكيك جناش، ما اجلسهوش كريم اهو كده. وبحط بقى ايه كريسبي كده لونه اللون بتاعه لبني كده بسيط، بوزعه كده على التورتايه عشان يبقى مناسب كده مع شكل التورته. وبحط بقى السبرينكلز اللي هو الابيض الصغنن خالص ده، هتشوفوه دلوقتي عشان يبقى ماشي مع التورتايه بتاعتي، حبه صغننه كده زي ما انتوا شايفين. وبوزع بقى بوزع الوردات بوزع بقى الوردات بتاعتي كده والقلوب، وبوزع. وكتبت برضو هابي بريزيدي باللون الابيض كده بعجينة السكر. برضو بثبتها على البورد ده ازاي؟ بثبتها بنقطة مية، يعني انتي بتدهنيها كده نقطة مية كده من تحت وتثبتيها على البورد بتاعك، بتثبت وما بيحصلهاش اي حاجة. زي ما انتوا كده شايفين كده التورتيه بتاعتنا وجمالها. التورت بتاعتنا رشي بقى شوية سبرينكس كده على التورتايه من حواليها، رشي شوية كريسبي، ظبطيها دلعيها كده وظبطيها وما تستخسريش فيها. كده بقى الفيديو اهو ادي التورت بتاعتنا. يا رب يكون الفيديو بقى عجبكم، يا رب اكون قلت اعجابكم. ما تنسوش بقى كده اللايك الجميل بتاعكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. واسفة كتير اني بطول عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.